في القائم، دي ما تضيعش يا جدعان، على رأي أيمن الكاشف. وبعد كده مصطفى شلبي ابتدى يسمع النصيحة وابتدى يسيب الخط ويدخل جوه الملعب، لا وكمان بيقرر ان هو يشوط كمان ويطلع كورة حلوة جدا، بس للأسف برضه ما ظبطتش. بيجي فاول عبد الله السعيد بيرفعها لزيزو بيحطها بدماغه في القائم، بس الغريب هنا ان هي اتحسبت اوفسايد. انا لغايه دلوقتي مش عارف اتحسبت اوفسايد ليه، ممكن توضح لنا والله. وعواد قال لك ايه الماتش اللي ما فيهوش سسبنس ده، اما عامل لي كوره خطر. عبد الله السعيد الله يبارك له قطعها وانقذها. عندنا شوية مشاكل يا جمعة بس معلش. هنا الجزيري بيديها لمشلاك ومشلاك بيديها لزيزو. زيزو ما يرضاش يديها لمصطفى شلبي لان هو عارف ان اقصى طموح مصطفى شلبي ركنيه، قال له اما اشوط انا، وجاب جون حلو قوي بصراحه. وبصراحه الجون ده هيخلي زيزو يفوق شويه لان هو مضغوط جدا من الزملكاويه قبل الاهلاويه بصراحه. فوق يا عم بالله عليك، وانا متاكد ان جروس هيطلع منك احلى شغل.